ورا الوصفة هاي بعد أبد ما تشترين لحم بعجين من السوق. تعال نسوي لحم بعجين طري وطيب. أنا وياكم طريقة سهلة وبسيطة. للعجينة كيلو طحين، أضيف له خاشوقتين شكر وكيس خميرة، نص كوب لبن ونص كوب زيت ومي دافي، نعجنها لحد ما تصير عندنا العجينة طرية بهذا الشكل. أغطيها وأخليها على صفحة. للحشوة حبة بصل وطماطياية وفلفلاية وشوية كرفس. راح أضيف فوقهم ملعقة من الفلفل الأسود وسنين ثوم، بابريكا، ملح وبهارات مشكلة وخاشوقتين معجون. بمحضرة الطعام تصير هالشكل. أضيفها على كيلو لحم مثروم، أخلطهم كل زين يصيرون هيجي. وهاي العجينة مالتنا بس 10 دقائق عفناها. أشنقها وأسويها على قطع وأخليهم على صفحة. اليوم راح نستعمل الخبازة من ماركة هيل براو، مقدمة من شركة ستي البيت للأجهزة الألمانية. شاشة لمس، والحلو بيها تقدرون تشغلون الفوق والجوا براحتكم. نفتح العجينة لحد ما تصير رفيعة كلش. تقدرين تسويها دائرية، وإذا ما قدرتي بالقبق تسوينها دائرية بهذا الشكل. نضيف عليها الحشوة وأدخلها للفرن. كل قطعة أخذت من عندي 5 إلى 7 دقائق تقريبا. تشعلون النار والفوق والجوا سوا. وهاي صار عندنا جاهز. حبيت أسوي لهم وحدة بالبيض عيون، خليت البيض بهذا الطريقة، ووحدة سويت لهم إياه بالبيض الخبط. الحرارة مالته كلش حلوة، ويستوي الأكل بيه بسرعة. توصل درجة حرارته لأكثر من 250 درجة. وهنا سويته بالجبن والزعتر. وهاي وصفتنا خلصت، إن شاء الله تعجبكم. علينا وعليكم بألف عافية. كانت وياكم الشيف مها.